أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم أم العبادة. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة. لو حج ولو زكى ولو جاهد ولو صام لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا؟ هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، والذكر أمره عجيب. الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، لكن الذي يذكر الله فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. عبادة يسيرة، لكن على من يسرها الله عليه. المصيبة أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، ولربما هين عليه أن يتصدق ب1,000,000 ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه. التخلية قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو لوظيفته أو لماله أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله. لاحظ حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. ولذلك هذا من أسرار عدم استفادة بعض الناس من مواسم الخير. في أيام العيد ألا نغسل الأبدان ونلبس الثياب الجديدة، نظهر أمام الناس بأجمل حللنا. ما أقبح الحلة الغالية التي اشتراها الإنسان من مال إذا كان القلب أسود، وما أقبح الثوب الأبيض على القلب الأسود.